في دقيقة واحدة بس هاقول لك إزاي في شهر مبارك زي ده تعمل خير صغير بس ثوابه هيكون كبير أوي. عايزة أقول لكم كل سنة وأنتم طيبين عشان خلاص فاضل أيام معدودة وندخل على أحب شهر في السنة كلها وهو شهر رمضان المبارك. كل سنة وأنتم طيبين وربنا يا رب إن شاء الله يبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين وإحنا في أتم صحة وحال. والنهارده بقى هاكلمكم عن خير صغير وهو مهم جدًا، وهي فكرة إيه؟ وهي فكرة الصدقة. إيه أجمل من الأيام المباركة اللي إحنا فيها دي عشان نبدأ إن إحنا نتصدق فيها. والصدقة هنا بتيجي في أشكال كتير أوي، مش شرط إن إحنا نتصدق بس بالمال، اللي يقدر طبعًا إن هو يتصدق لو بحاجة صغيرة، لو كل يوم أو يوم بعد يوم أو على حسب لمّا ربنا يقدّره، أكيد يعمل كده عشان الثواب بتاعه هيكون كبير أوي. طيب اللي مش قادر إن هو يعمل كده، يقدر إن هو يتصدق بمعلومة. أنت عرفت معلومة تقدر إن أنت تشيّرها مثلًا أو تشاركها مع أقرب الناس ليك. لو أنت مثلًا حد على السوشيال ميديا تبتدي إن أنت تشيّر المعلومة دي أو تشارك المعلومة دي مع الناس، ودي هتكون صدقة للعلم اللي عندك. تقدر إن أنت هنا مثلًا تتصدّق بطعام عندك، تقدر إن أنت مثلًا هنا تتصدّق بلبس أنت مش محتاجه، تقدر كمان في الحتّة دي إن أنت تتصدّق ببسمة، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول: "تبسمك في وش أخيك صدقة." كل دي أنواع صدقات ممكن نعملها في الشهر المبارك اللي إحنا فيه ده. وبس كده، استنوني إن شاء الله في فيديو جديد من هتفرق معاك مع نوران عمرو.